ما انت يا اما تريح يا تستريح عشان خلاص. سيدنا ابو قتاده بيروي ان مرت جنازه من امام النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ام مستراح منه؟ العبد اللي مات ده استريح ولا الناس استريحت منه؟ فقالوا: يا رسول الله وما مستريح وما مستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن اذا مات يستريح من نصب الدنيا ومن عنائها، ويذهب من ضيق الدنيا الى سعه الله ورحمته، والعبد الفاجر اذا مات يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فلو كنت من عباد الله المؤمنين اللي راضين بقضاء الله في الدنيا، اللي بتمشي تجبر ما بين خواطر الناس، واصل رحمك، طيب مع جيرانك، لسانك طيب، لما تموت تستريح من عناء الدنيا ويبقى ذكرك والناس تفتكرك وتدعي لك. ولو كنت قاطع لرحمك، بتأذي جيرانك، لسانك كرباج على الناس، تغتاب ده واكل فلوس ده، لما تموت يستريح منك البلاد والعباد والشجر والدواب، هدومك مش طايقاك ولا الارض اللي انت بتمشي عليها. عارف لما تخش محل عطور فتشم ريحه كويسه، اللي موجود جوه يديك بخه، يديك ازازه هديه؟ كذلك المسلم اينما وقع نفع. خلي ليك اثر طيب يبقى ليك في الدنيا وتذكر به بعد موتك، لعل وعسى ان تكون من المستريحين في الدنيا وفي الاخره.